هاي كوينز، مرحبا بكم في فيديو جديد. كل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله تكون سنة مليانة سعادة وأرزاق وأفراح عليكم كامل. اليوم كان عندنا ضيافة، روحوا تشوفوا معايا واش طيب، تودوا شوية أفكار بحوايج بسيطة تقدروا تحطوا مائدة تشرفكم قدام ضيافكم. وبسم الله نبدأ على بركة الله. أولا نبدأ مع لا سوب. هنا درت لا سوب تاع الكرم البنفسجي، والمكونات هي كالتالي: عندنا بصل، ثوم وزيت، نقلوهم مليح ونضيفوا لهم 2 حبات بطاطا مقطعين صغار، ونضيفوا لهم أهم مكون وهو الكرم البنفسجي، ونرجعهم يتقلاو فوق النار. انا هنايا بدلت القدر الواحد اكبر. بعد ما يذبل الكرم مليح نزيدوا لهم مرق الدجاج حتى تتغطى كامل المكونات بالمرق، ونحطوها تطيب على نار هاديه. بعد ما تطيب نطحنوهم كامل بالبغاء، ونضيفوا الكريمه طازجه وملعقتين كبار جبن، وهاك لا سوب تاعنا واجده. نفوتوا بعدها الوصفة الهندية واللي هي دجاج بالزبدة، واللي عندنا هنا فيها 3 أرجل دجاج منزوعة العظم، نقطعوهم مكعبات صغار. راكم تشوفوا هنايا في التصوير في 2 برك تاع أرجل دجاج، بصح راني زدت واحدة من بعد. وتقدروا ديروا ميكس بين أرجل الدجاج وصدر الدجاج، أو تحطوا صدر الدجاج وحدها، هنا تبقى الاختيار على حسب الذوق تاعكم. والآن نتبلوهم توابل تلقاهم في صندوق الوصف، ونخلوها ساعة تتشرب التتبيلة. بعدها ننتقل لكبدة دجاج مشرملة. أنا هنا درت الكبدة والقلب والكنزة، قوانص الدجاج. أنا نزعت هذه الكمية من الدجاج اللي نشروه مذبوح جديد. بعد ما نقيتهم أولا حطيتهم في الماء مع شوية خل، كي تبدأ تغلي نحسبوا 2 دقائق، من بعد نحيدوهم من على النار. نقطعوهم ونفصلوا الكبدة على القوانص الأخرى لأنها عندهم مدة طهي مختلفة على بعض. نبدأ أولا بالقلب والكنزة، نطيبوهم مع الزيت والثوم شوية، ونضيفوا لهم توابل فلفل أسود وعكري حلو وعكري حار اختياري الحار، ونضيف معاهم شوية كبدة من الأول باه تعطينا ثقالة للصلصة. وبعدها نوضع الماء الساخن ونخليها تطيب على نار هادية. كي نعرف بقات 5 دقائق باه تطيب الخلطة تاعنا، نضيفوا الكبدة لأنها في ساعة طيب، وكما هاك نكملوا الوصفة هذه. ونبدأ في الأرز اللي يرافق الدجاج الهندي، وعندنا هنايا شوية بصل مقطع رقيق وثوم وزيت وزبدة. بعدها يتقلاو شوية، نضيفوا التوابل، وأهمها هي المصالة الهندية. اللي ما عندهاش تقدر دير الكاري. وباقي التوابل تلقاهم في صندوق الوصف. أنا عندي هنايا 2 كأس أرز، غسلتهم مليح 3 مرات وصفيتهم وما خليتهمش يتنقعوا في الماء. طريقتي هي كل كأس أرز معه 2 كأس ماء. نضع الأرز على النار يتغلى لمدة 2 دقيقتين، بعدها نضيف الماء المغلي والنار تكون عالية، ونخليها تغلي شوية حتى حبات الأرز تتنفخ. وبعدها نهدي النار إلى أقل درجة، ونطيبوها لمدة 20 دقيقة حتى تنشف كامل كمية الماء الموجودة. وبعدها نطفي النار ونخلي الأرز مغطي لمدة ربع ساعة أخرى، كما هيك باه يجينا الرز نثري ويكون موزع كل حبة وحدها. والآن عندنا البطاطا الحلوة في الفرن، ذوق جديد على المعتاد. بعد ما غسلناها نقطعوها شرائح ونوضعوها في صينية الفرن ونتبلوها بزيت الزيتون، وتقدروا تعوضوا هنايا الزيت بالزبدة الذائبة. وعندنا الملح والفلفل الأسود وزعتر وثوم وشوية ماء. نخلط المكونات ونعدلوها في صينية، بعدها نغطيها ونحطها تطيب في فرن ساخن من مدة نصف ساعة إلى 40 دقيقة من الأسفل فقط على درجة حرارة 170. وهنا نحكي لكم على المرحله اللي لقيت روحي ما صورتهاش من ضيق الوقت. بعد ما تطيب البطاطا نوجدوا زيت زيتون ملح وثوم، ندهنوا بهم وجه البطاطا من الفوق، ونديروا عليها كميه قليله من الشيدار اختياريه، ونوضعوها في الفرن من الفوق لمده 5 دقائق تقريبا. بعدها نحضر ملعقه صغيره من العسل ونصف ليمونه مع بعض، وهذه الخلطة هي لموازنة نكهة البطاطا الحلوة المميزة، ونسقي بها البطاطا بعد ما نخرجها من الفرن. وهاك تكون وصفتنا جاهزة، وكل تفاصيل راح تلقوها مكتوبة في صندوق الوصف. والآن عندنا طهو الدجاج الهندي. أهم مكونين في الوصفة هما الزبدة والكاجو. نبدأ بالصلصة، وتجي فيها زبدة بصل ثوم وطماطم. بعد ما يتقلوا مليح نضيفوا لهم الماء ونرحيهم، وفي نفس المقلاة نضع الدجاج مع الزبدة ونضيفوا لها شوية صويا اختيارية. بعدها نقليهم مليح حتى يأخذوا لون، ونضيف عليهم كمية صلصة طماطم على نار متوسطة، نخليهم يطيبوا مليح. أنا خذوا مني وقت ما بين ربع ساعة ل20 دقيقة. بعد ما طابوا نديروا كريمة طازجة وملعقة زبدة الكاجو. تقدروا تعوضوها بحبات قليلة من الكاجو. إذا أضفتوا حبات الكاجو يفضل أنكم تضيفوها مع صلصة الطماطم باه تترحى مليح، ونحط معها قطعة زبدة ونوضعوها على النار مرة أخرى لتمازج المكونات جيدا وتصبح صلصة ثقيلة، وهاك الدجاج تاعنا يكون واجد.
والآن كملت كلش ومرحلة التزيين، وهنا كل شخص والذوق تاعو. أنا حبيت تكون المائدة مليانة ألوان، حطيت الأرز مع السلطة والفلافل الألوان والقليل من البصل المقلي وشوية لوز وطوماط سوريز. وهنايا عندي خبز الهندي واللي هو خبز النان. المرة الجاية نصور لكم الوصفة، ملهيتش نصور لكم كلش. وهذا الدجاج هنايا زينته بشوية كريمة وشريحة ليمون، وعندنا الكبدة الحارة وصلصة الفطر. وهذا هو التقديم النهائي اللي كان فيه الأطباق اللي طيبتها معكم، وكذلك المملحات اللي درتهم من قبل واللي هما ميني برجر باللون الأحمر وخدمتهم بنصف صدر دجاج مع سوفلي السلق والجبن والتشيز بورد. درت فيها شوية من كلش، شوية فريز عنب حبة تفاح وحبة مندرين. والجبن كان عندي جودة أو إيدام وجبن مثلثات وكريات الجبن بالزعتر والزيت زيتون. وبسكوي كان عندي بسكوي تاع التوك مالح وبسكوي تاع الرز تاع الريجيم مع زيتون أخضر وأسود وخيار مخلل. وهذا كان الشكل النهائي للمائدة. صورت لكم كلش مع بعض. نتمنى تكون عجبتكم المائدة، بسيطة بدون الكثير من اللحوم والأسماك، بدجاجة واحدة فقط وخضر، وأهم شيء التنوع اللي يخليها تبان راقية وأطباق أكثر. وهيك كان عشانا لليوم. إن شاء الله تكونوا تمتعتوا معايا، ونتلاقاو في فيديو جديد. بسلامة.